عندي وقت انا جاي ابني عندي وقت يا باشا منتخب الفيلم بتاعك ازاي ماشي كده من غير بطاقه ولا كده انا ازاي انا وقت ايوه انت منين وقت احنا ابوي جاي منين من مكان ما بس بتشوف لا تاخذ بلوحتك ايوه ترجع احسن تكتب كده صار طب ينفع يجيب بطاقه ينفع لازم البطاقه دي تمشي بيها عشان يحصل لك اي حاجه لا قدر الله نعرفك انت منين وناخد اهلك اسلام ولد هات الواد اسمه وصل عليها طول شكلك ابن الناس ومحترم تعرف حد منك؟ مين؟ طب حافظ اي حاجه له رقم واي حاجه؟ دي الرقم 9 7 ماشي 1 3 5 6 الو يا اخوي وانا جاي في كمان على الطريق كده فوق البلد ايوه فوق البلد ماشي المستودع حداد في درج المكتب ماشي طيب خد يا استاذ رقم خير يوقف حضرتك انا اخو احمد اللي انت بتحكيه لا حتى انا نفس الكريم اخوك يا ابني بعد كده بعد لك وصاده امشي بيها ماشي الكلام بعد كده لازم تفضل معايا تمام عشان لو حصل قدر الله جرت حاجه نعرفها انت منين اهلك ايه ونوصلك خلاص يلا تجيب مع حضرتك ولا ربنا يخلي سعادتك كده السلام عليكم السلام عليكم تشرب حاجه؟ لا حبيبي تمام. انت طمنا على نفسك. والله حلو الحمد لله. عامل ايه في شغلك؟ والله تمام. بس يا اخي انا بقول لك شغلك مش عاجبني، تتاخر تيجي الساعه 2 بالليل. لا يا اخي ده عشان هموم الدنيا. لا اصل انا بنصحك، اصلا الطريق انت ماشي فيه طريق غلط. لا يا عم انا باخد 300 جنيه في اليوم ومرتاح. طب ما تكلم اخوك خليه يشوف لك شغلانه غير دي. وهتلاقي شغل في اليومين دول، انا باخد 300 جنيه ومرتاح. براحتك، انا عرفتك وخلاص. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا احمد؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك؟ صاحبك شرب حاجه؟ شرب وقال لي انا شربت. هو عامة انا عزمت عليه وهو نجيب لك حاجه تشربها؟ خليك يا اختي. عامة يا ابني وهو انا سمعت تقول لي جاي، سمعت صاحبك بيقول شوف لك شغلانه غير دي عشان خاطر انت بتتاخر بالليل. عامة اللي انا شايفه صاحبك دي بخاف عليك من طريق كلامه كده، ويا ريت بقى يعني ما تبصش للطمع اللي انت بتاخد 300 جنيه في اليوم ولا 400 جنيه ولا بتاع، بس شغلانتك مش مضمونه.
شغلانتك يا حبيبي مش مضمونه. انت مش عارفينك انت بتشتغل فين، بتطلع من الصبح ما بتجيليش الا الساعه 2 بالليل. عامه هو صاحبك خايف عليك، وانا بقول لك ريح نفسك شويه وشوف لك شغلانه اريح من اللي انت فيها دي. انت بتقول انا شغال عتال ما ده كليته على صحتك يا حبيبي. طيب هستأذنك انا بقى. ما انت قاعد يا حبيبي شويه. خلي بالك عامة انا نصحت، خد بالك من نفسك عشان الطريق انت ماشي فيه طريق غلط والدنيا ملهاش امان. على فكره يا احمد بدي اقول لك على حاجه. انا شايف صاحبك دي بحبك جدا. ايوه يا اخي، وخايف عليك. ومن اعز اصدقائي. دايما ما تبصش للطمع، ماشي؟ وما تبصش للحاجه اللي هي فيها فلوس كتير، لان لو ربنا يعني كرمك برزق هتاخده. واوعى تخون صاحبك، اوعى دايما تخون صاحبك الجدع اللي بخاف عليك، خاف عليه زي ما هو بخاف عليك. والخيانه يا حبيبي ثمنها الموت. اوعى في يوم تخون صاحبك، لان اللي انا شايفه صاحبك بيحبك. وبقول لك وبعدين ايه، بدي اقول لك على حاجه. وبقول لك مين الناس اللي انت ماشي معاهم دول؟ ايوه يا احمد، انا لحد دلوقتي ما اعرفش مين اصحابك دول. في ناس انت ماشي معاهم بقالك فتره كده ومش مطمن ليلك يا احمد، والله العظيم بتجي لي متاخر بالليل ومش عارف يا احمد انت ما بتقعدش معايا كتير ليه يا احمد؟ طب اعمل يعني يا محمد؟ بتفطر وتمشي وساعات ما بتفطرش. انا مش عارف والله يا احمد، شغلانتك اللي انت شغال فيها دي هتعمل لك ايه؟ هم عايزين مني ايه؟ ما يسيبوني في اللي انا فيه، هم عارفين حاجه؟ ايه يا كبير، امال قعدتنا ناشفه ليه كده؟ احنا قعدتنا ناشفه ولا حمر؟ اديه 300 جنيه طلع يجيب حاجه من سوبر ماركت. ما انا نفحر وقتنا يا كبير ونطلع الهوبر ونطلع الحياه الحلوه يا كبير. روح يا احمد بس هات الحاجه من السوبر ماركت بسرعه تعالى. احنا هنفرح نبتدي يا معلم بكره الساعه 12. والله يا معلم. والله ماشي يا معلم، دقيقه واحده يا معلم. بتفكر فيها كتير. ايه رايكم بدل الحاجه دي بتتقسم على 4 تتقسم على 3؟ انت ايه اللي بيدور في دماغك بالظبط يا معلم؟ نخلص من احمد. يا ولاد الكلب عايزين تخونوني؟ ايوه والله ما خليكم تخانوا ولا حاجه. يا معلم الحاج، فين يا ابن الحاج؟ ليه السوبر ماركت قافل يا معلم؟ ماشي. متأخروش بكره يا رجاله، هنفحر بكره الساعه 12. خلاص؟ خلاص يا معلم. خلاص؟ ماشي يا معلم. ايه يا ابني فين؟ فين يا باشا؟ باشا بكره الناس راح تفتح الرصاص وانا ابقى معاهم الساعه 12 يا باشا. انا بحب بلدي يا باشا. هم هيتحروا الساعه 12 بالليل هنا. انا في البلد. خليك معاهم وانا هجيب. حد يعرف اسمي جنبي ولا حد عارف ممكن يقدروا ايه. تمام تمام. انت عندي بقى لما اشتري حبيبي بقى عايزين بقى. تحت امرك يا باشا. عايزين تعزميني باسمك تنزلي. ماشي. وهتأخروا يا باشا.
كده اسلام. البلد دي فيها اثار اسلام ولا لا بتشتغلنا ولا دي بتشتغل؟ والله بس مش عارف، ممكن تبقى فيها ممكن تبقى مش فيها. فاهمين الكتاب لحد البال وشوف القصه بتاعتهم دي. انا جمعتكم النهارده عشان خاطر ايه نسحر المنطقه ديت ونطلع الصور، ودلوقتي الساعه 12 عايزين نلحق قبل الفجر 5 دقايق عشان كل واحد ياخد حقه وكل واحد يتوكل على الله. حررنا يا عم احمد يلا. بصوا عايزكم تاخدوه تنزلوه تنزلوه في اي حته خلاص؟ مش عايز تبقى العيال نازله جايه معايا حاجه شنو؟ مالك في ايه؟ اخوك انقتل. انت بتتكلم جد؟ حاضر يا اخوك. مين اللي قتل اخويا؟ مش عارف. وانت واقف تتفرج عليه؟ ما قدرتش اعمل حاجه. ما قدرتش اعمل حاجه والله، خفت اخش يقتلوني انا كمان. انت بتتكلم جد؟ هم قتلوه. وواقف تتفرج عليه؟ مش عارف، ما عرفتش اعمل حاجه. ازاي؟ خفت اخش يقتلوني انا كمان. حد يشوف صاحبه بيتقتل ويقف؟ عليك، انا عايز صاحب ليا. سامحني يا محمد. انت صاحب انت وتشوف اخويا يتقتل قدامك وما تعملش حاجه؟ تعال قول لي عليهم. انت صاحب انت وتشوف اخويا يتقتل قدامك وما تعملش حاجه؟
اهو ايه استنى سيبنا انا عايز استنى. راح فين؟ خلص منه عشان تخلص على العدو لازم تصرف من كده عشان تاخدهم نفر. ايه ده هدي اعصابك. هتعلم مش وراك. حبيبي انا لو عديت جهنم قتلت احمد ليه؟ ما قتلناش حد. انا بتقول ايه؟ ما قتلناش حد. ادخلوا لي هو اللي خايلنا ملون عشان خاطري الاثار والفلوس. خدت بالفلوس يا لهوي خلاوي انا لازم ابلغ الحكومه. فين بقى العصابه؟ اتكلم. هتتكلم ولا فيش عارف؟ ايه؟ ما اعرفهمش. انا هخليك تتكلم بالظبط. اتكلم. والله ما اعرفهم. اتكلم. والله ما اعرفهم. هتتكلم؟ والله ما اعرفهم. طالبك هقول اسمه ايه؟ اتكلم. والله ما اعرف. هتتكلم ولا اشرب من دمك؟ اتكلم حبيبي. هتتكلم والله اتكلم. قلت لك اتكلم. هقول عن طريق الخليج في البيت المهجور. هي يا ابني فين يا ابني؟ اصل اخوه قتل اخوه واخوه راح يقتل اخوه. انت مجنون يا ابني ولا شرطان بالليل؟ اصل اخوه قتل اخوه. طب عندي اتعرض من ايه اللي حصل ده بالراحه كده فيه؟ اصل اخوه قتل اخوه واخوه راح ياخد. قول كان معاه اصحابه رايحين يحرقوا الاثار ومن طلع الاثار واصحابه قتلوه. اثار احمد ومأثر واخوه راح ياخد طاره من الناس اللي قتلوه والناس دي اللي طلعوا اثار لوحدهم. فين الناس دي؟ تعالى ورانا يا فندم. احمد دي جاب الكوره ده اللي اغلب بالله. طب انت عارف المكان؟ ايوه يا فندم عارف المكان. حبيبي يا صاحبي. ظلموني وحكموا عليا وهنطلع الاثار بكره. ظلموني وحكموا عليا وهنطلع الاثار بكره. احمد مين؟ احمد مين؟ ما اعرفوش. احمد اللي انت قتلتوه. والله ما اعرف. ما عرفتوش. اللي قتلتوه. والله ما اعرف. انا اعرفك احمد مين. بس خلاص. مين اللي قتله؟ عرفت. مش انت اللي قتلتوه؟ عرفت. مين؟ عرفات. هو اللي دلنا على كده. هو اللي جالنا عشان نجي له عشان ناخد الاثار لواحد. هو اللي جالنا عرفات. هو اللي جالنا. فين هو؟ اتكلم وقول لي. فين؟
مالك يا ابني؟ مالك يا محمد؟ احمد يا عرفات مالك؟ ده احنا قتلناه اه باين اهرب يا عرفات انا بروح فين؟ اهرب يا عرفات ده اخوك. جميل. بص كويس لوشي وانت تعرف انا مين. اه طب احمد انا اللي هخليك زيه دلوقتي. تعرف قتلتوا ليه؟ ادي عارف. قتلتوا ليه؟ اه قتلتوا ليه؟ قتلتوه عشان عشان خاين. هو اللي خاين ولا ولا بلغ علينا؟ هو اللي خاين؟ اه انتوا اللي قتلتوه. ايوه احنا قتلناه ومش خاين. ومش خاين. واللي انت مين؟ واللي معاك عمله؟ انا اخوه. وايه انا من كل اخوه؟ عشان هو خاين راح بلغ علينا. انا عارفك انا مين. انا لو هديك جهنم زي اللي وديت اللي قبليك. قتلتوه ليه؟ ليه قتلتوه؟ اخويا اللي عايز قتلتوه ليه؟ قتلتوه ليه؟ قتلتوه ليه؟ لا شرب من دمكم. مكانك يلا. اثبت مكانك. اثبت مكانك كده. اقف كده. اقف. ابويا يا باشا. قتل اخويا يا باشا. قتل اخويا. اقف هنا. اقف على السلاح. ولا دي. قتلوا عفو عميك يا راجل وانت سايبهم يقتلوا وانت طوال بتتفرج عليهم يا اخي. حرام عليك يا اخي. اخويا الوحيد يا اخي. قتل اخويا يا باشا.
يلا يا ابني اقبض عليهم يا ابني. اقبض بسرعه يلا، اقبض عليهم. قوم يلا وديهم على البوكس يا يلا. يلا على البوكس يلا. قوم يلا اصبر. يلا دول على البوكس يلا. خشوا على البوكس يلا، خشوا على البوكس يلا. وبعد القبض على أفراد العصابة حكمت المحكمة عليهم بالإعدام شنقا، وتم تسليم المكان إلى هيئة الآثار.